اهلا بيكم من لاجو ديل كومو. فيديو النهارده مختلف تماما، حاجه من الخيال. يلا بينا بقى خدكوا لفه على اللاجو بتاع الكومو، نتفرج. اجواء رهيبه، اجواء روعه، مفيش بعد كده. شوف الدنيا هتودينا على فين وهتاخدنا منين وتجيبنا منين. قبل المركب اللي احنا فيها دي هاخدكوا ترجعوا معايا شويه، تشوفوا من اول ما وصلنا البلد اللي تم. عملنا لفه قبل ما نيجي هنا، في الاخر وصلنا هنا، وهنشوف بقى دلوقتي هنروح فين والدنيا هتيجي منين وايه الكلام. اهلا بكم في شيرنوبيو، اهلا بيكم في مدينة الكومو. دلوقتي هنشوف مكان نقعد فيه. احنا ده في ده القطر الدرجة الثانية يا جماعة، الدرجة العادية. هنا وانت ممكن نقعد تحت لأنه مفيش ربنا. بصوا احنا بقى نطلع على مدينة الكومو، نشوف الدنيا هناك بتقول ايه، نصور اجواء المدينة. دايما بنسمع ان هي ايه، جنة ايطاليا. فاحنا نروح نشوف جنة ايطاليا دي عاملة ازاي ودنيتها. ودلوقتي جاي لنا هو طبعا مش هيجي لنا عشان التذكرة، زي ما انتم شايفين هو عمال يلف بيستنينا نخلص الفيديو. هو بيستنينا نخلص الفيديو عشان يجي لنا، ولكن ايه مش مشكلة يعني، كتر خير التذكرة. احنا برضه محتار ان احنا يعني ايه التذاكر يا جدع، علشان بس ايه ما تفكروش ان احنا نركب من غير تذكرة. بس كده، فنتمنى ان اليوم يكون كويس وحلو. هاخدكم معايا لفة محترمة ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل، وهنعمل اللي نقدر عليه. دلوقتي الساعة 1 الظهر واحنا ايه هنقضي اليوم كله. وصلنا بقى مدينة الكومو. يلا يومنا طويل وحلو مليان متعة. زي ما انتم شايفين ده اول فيديو جديد بالكاميرا دي، فانا بحاول ان انا اثبت لكم الدنيا يعني. القطر بتاعنا اللي وصلنا الكومو، ده القطر بتاعنا اللي وصلنا الكومو، ودلوقتي بقى هنروح نشوف الدنيا بتقول ايه. فزي ما انا عمال بحاول ان انا اقدم لكم فيديوهات حلوه بجوده حلوه، واتعب واصور والف، ف استني دعمكم. قبل اي حاجه كده بنخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه واللي هيحصل. عايزك تسيب لي اللايك والكومنت الرايقين، و يلا بقى نخش. بصوا هنا، انا عايز اوريكم اللي هي في محطه المترو. بصوا عاملين ازاي، قاعدين في كل حته. يعني الشحاتين في كل مكان، حتى لو في مدينه من اجمل المدن يعني عادي، هي كده الدنيا. يلا نشوف الدنيا بره بتقول ايه. احنا دلوقتي بنعدي النفق، ده النفق بتاع محطه القطر، ونطلع نشوف الكلام بيقول ايه بره. بصوا يا جماعه، الجيش واقف خلاص. دي النظرة الأولى أول ما خرجنا من المحطة. يلا هننزل. احنا ماشيين كده، مش عارف احنا ماشيين رايحين فين، بس مش مشكلة يعني ايه، هنمشي وهنلف وهنشوف الدنيا واحنا مع بعض. بصوا أجواء باين عليها هتبقى جامدة أوي 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 النهاردة. قولوا لي برضو لو عايزين ابقى اصور لكم بالزاويه الواسعه كده ولا اكتر، بس انا بحاول ان انا اوريكم المكان كله علشان تشوفوا ايه يعني اكتر قدر ممكن من التفاصيل. بصوا في الزرع هنا والخضار في كل مكان.
بصوا العجل، تلاقوا العجل مركون هنا كده عادي، ما يعني عادي محدش بيقرب. في عندنا ايدي اللي هناك دي، هنروح نشوف ايدي. بصوا الايد دي حواليها ورد. اهلا بيكم في مدينة الكومو. الايد اللي ورايا ده يا جماعة، المكان ده مخصص او معمول نصب تذكاري للناس اللي هم اصيبوا او عجزوا اثناء خدمتهم الوطنية للبلد، المؤسسات اللي هي زي الجيش او الشرطة او الكلام ده كله. فتحية ليهم. بصوا يا جماعة، بصوا النقش اللي على البيوت فوق عامل ازاي، حاجة تحفة. بصوا المدينة، ده المفروض ايه زي شنتر البلد كده. هنا هتلاقوا اغلب المطاعم بنفس الطريقة كده على الجناب. الاماكن السياحية هنا عموما في ايطاليا اغلبها كده. بصوا يا جماعة شكل الشوارع والمطاعم عاملة ازاي. اغلب المدينة كده، شوارع ضيقة، شوارع صغيرة، تفاصيل في كل حتة زي ما انتوا شايفين. في المطاعم ودي الكافيهات. بصوا المعمار بتاعهم عامل ازاي. حاجة تحفة يعني. لا بأمانة حاجة تحفة، متعة كده وانت ماشي. تفاصيل في كل حتة، في كل حتة تفاصيل، في كل حتة حرفيا تفاصيل. Vai. Vado? Sì, vai, vai. No, non mi riesce, eh? Dipende dal menù. Dipende dal menù o dal modo. O dal mondo. Ok. Guardate ragazzi, بصوا بصوا جامد. برنس العب وريهم. ده هنا الشغل العالي بقى يا جماعة. جراتسي. بصوا الكنيسة دي بقى اللي ورايا دي بتتميز بالنقش اللي على الحجر بتاعها زي الحاجات دي كده. نقوش بقى فيها كده على الحجرة بتاعتها. بصوا تحف فنية. الكنيسة اللي ورايا دي لها تاريخ طويل وعميق يعني. كل دي الكنيسة يا جدعان. انا عايز اقول لكم ان دي كلها كده تبع الكنيسة اللي ايه اللي احنا لسه شايفينها. دي الدخلة بتاعتها من هنا. ف يعني الكومو مش بحر بس، مش بحيرة بس ولاجو وكده، لا يعني هي فيها اماكن كتير تاريخية وسياحية، وفيها حاجات كتير قوي تتشاف. وهحاول على قد ما اقدر في الفيديو ده ان انا اوريكم كل اللي اقدر عليه. ف يلا خلينا نشوف الكنيسة اللي احنا لسه شايفينها ورا دي. دي كاتدرائية الدومو اللي هنا في الكومو، اسمها سانتا ماريا، كاتدرائية سانتا ماريا او الدومو، بياتسا الدومو. ف ماشي
خلينا نكمل ونشوف ايه اللي هنشوفه بعد كده. نروح بقى نشوف المركب اللي قدامنا دي او اي مركب تانية اللي هناك دي ايه دنيتها، علشان لو كده نعمل لفة حلوة على البحر نشوف الاجواء في بحيرة الكومو. هي واحدة اصلا من اكبر واهم يعني هي ثالث اكبر بحيرة في ايطاليا، واحدة من اجمل البحيرات في العالم عموما، بحيرة الكومو اللي احنا قدامها دي. فتعالوا كده نروح نشوف المية والاجواء بتقول ايه. بصوا دي المركب ياخدوها. بصوا يا جماعة دي بحيرة الكومو. بصوا كمية المراكب، و اللي هناك دي جبال الألب. يعني المدينة كلها أصلا محاطة بجبال الألب، يعني كل الجبال اللي انتوا شايفينها هنا كده في كل حتة دي هي جبال الألب. دي متهيألي سفينة كبيرة دي يعني. بتروح فين؟ بتودي تعالى هنروح نسأل نشوف. هنسأل القبطان ده لما يجي. كل دول يا جماعة مستنين على شباك التذاكر، فاحنا تقريبا كده هنغير الخطة، لأن احنا لو فضلنا قاعدين مستنين الطابور ده كله يبقى مش هنخلص النهارده ولا هنروح ولا هنيجي، واحنا عايزين نلف اليوم لأن احنا جايين نقضي يوم وعايزين نشوف ايه اللي ممكن نشوفه في اليوم ده. تعالى نشوف هنسأله. كل ده التذاكر. هنشوف كده عندهم ايه هنا. لو حد فاهم حاجة من الخريطة ده يا جماعة يقول لنا. Orario del servizio del trasporto pubblico di linea. ده الخريطة. لا يا جماعة شكلنا كده مش هنعرف، لأن تقريبا كده في مش عارف، بس في زحمة كتير قوي، فاحنا تقريبا كده مش هنعرف نجيب تذاكر، وشكلنا مش هنعرف ناخد المركب. بس هنشوف، ممكن نستنى، ممكن نشوف حد دلوقتي نسأله، هنشوف الدنيا هتمشي ازاي يعني. بس بصراحة شكلها حلو يعني ان احنا ناخد المركب دي نلف بقى شوية في البحر ده، فتحفة. Ma questa barca dove va? Fa il giro di un'ora. Fa il giro da un'ora? Giro da un'ora. Quanto paese passa? Sono 4 paesi. Se volete potete anche comprarlo direttamente a bordo se c'è posto, con la carta. Sì. Sì, timbrate quando salite e quando scendete. Ricordatevi di timbrare specialmente quando scendete, se no vi addebitano tutto il lago. Ok, allora va bene, grazie. زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة، احنا سألناه وقال لنا ان احنا سألناه دلوقتي وقال لنا ان هو ينفع نركب على طول وندفع بالكارتة جوه. Quindi solo il biglietto si fa solo una volta e si paga quando torniamo. Tutte le volte che salite, scendete e timbrate, se no vi addebitano tutto il lago. Sì, con la carta. Grazie. قال لنا دلوقتي ان احنا ممكن ندفع واحنا طالعين واحنا نازلين، كل مرة تدفع بالكارتة وتدفع وتنزل. فاحنا قررنا ان احنا ناخد المركب دي دلوقتي. Buongiorno. Quasi step, please. ندفع بقى بالكارتة ونلف المدينة ونشوف أجواء المركب عاملة إيه. نطلع كده المركب ونشوف الكلام بيقول إيه عليه. Quando scendete dovete riappoggiare. Stessa cosa, devi riappoggiare come hai fatto adesso. Ok, perfetto. دلوقتي دفعنا، قال لك يا جدعان وانت بتقطع التذكرة تعمل مرة واحدة على الجهاز اللي وريته لكم ده. هو كده ما خدش فلوس اصلا. لا لما نيجي ننزل كده ما خدش، كده لما يجي ننزل هياخد الفلوس. احنا اول ما بنطلع من غير ما نقطع التذكرة، بدل ما نقف الصف كله بندفع على المركب على طول، الجهاز اللي لسه موريه لكم ده
ولو مثلا احنا 2 مع بعض وهندفع بكارتة واحدة فبتعمل مرتين، يعني كل مرة انت هتحطها هيعد عليها، وكل مرة بننزل فيها لازم نختم واحنا نازلين، لان لو ما ختمناش في المحطة اللي هو يقف فيها هندفع كتير قوي، يعني هيقعد يعد عليك ويحسب عليك. انما لما هتعمل كده احنا نازلين خلاص هيوقف يحسب المسافة اللي قطعها وبيحاسبك عليها، سواء بقى نزلنا بلد او 2 أو 3. احنا دلوقتي هنلف المدن اللي على اللاجو ديل كومو وهنشوف ايه، هنشوف كام مدينة وكام حاجة. يلا خليك معايا. دي المركب يا جماعة، شوفوا المركب من جوه عاملة ازاي. قاعدين هنا بيلعبوا كوتشينة. الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده. هنطلع فوق. لا المنظر تحفة، منظر تحفة يا جماعة، بصراحة المنظر تحفة. بصوا العجلة. خيال، حاجة في منتهى الروعة ومنتهى الجمال. بس الاجواء برضه يا جماعه كده ساكته، يعني الناس راكبه كده ساكته، محدش بيتكلم خالص ومحدش بيعمل حاجه. انما لو دي مركب مثلا في مصر كنت هتلاقي الطبل والدنيا شغاله، وبص يعني اجواء مفيش بعدها. انما انت هنا تطلع عايز ارقص حمو بيك انما هنا مفيش ايه غير اجواء بس هاديه صفاء، حواليك جبال القلب في كل حته، كل دي جبال القلب، واحنا هنا على المركب في قلب اللاجو ديل كومو. فيلا خلينا مع بعض كده نشوف الكلام بيقول ايه والدنيا بتقول ايه. أجواء ولا أروع. تعالوا نروح المركب من قدام نشوفها عاملة ازاي. في دور تحت هنا كمان بس مقفول. لو كنت جايب معايا الصب دلوقتي كنت حطيت لهم شويه اغاني، روقت عليهم وخليت المركب كلها كده ردت فيها الروح وايه وفرفشه وبتاع، بس مش مشكله. المهم اهم حاجه ان انتوا تشوفوا تبقوا مبسوطين. ودلوقتي هنروح نشوف البلد اللي احنا التانيه دي اسمها ايه وهنعمل فيها ايه وايه اللي هيوروه لنا، ولا الدنيا بتاعتها هتبقى عامله ازاي وهنشوف. ف شكل يومنا طويل. بصوا ده الجرس بتاع المركب. دي بس تقريبا دي مش شغاله. دي لما بيجوا يوقفوا المركب او كده تقريبا بيشيلوها ينزلوها في الميه والمركب بتفرمل. بقول لك ايه،
يقول لك تقريبا احنا وصلنا. ثبتوا المركب على الجسر. ايه هننزل هنا تقريبا. هنشوف. يبقى مش هننزل. بس هما ركبوا ده كده شالوه كده، المركب فصلت. بس كده تبدأ تتحرك من تاني. كل ده علشان يركبوا راكب واحد بس كان واقف على المحطة، لأن المراكب دي عمومية، يعني المراكب دي بتبقى تبع المدينة، فيعني زي المواصلات العامة هنا كده، لما بيتنقلوا بين المدن وبعضها بيجوا ياخدوا المركب اللي أنا عليها دي. فلو حد واقف على المحطة ما ينفعش المركب تعدي وتسيبه. بصوا الجمال، بصوا يا جماعة البيوت عاملة ازاي. شايفين الجمال عامل ازاي؟ بصوا يا ربي يا رب على الجمال والطبيعة والأجواء الخيالية مع صوت المية وصوت الهواء كده، وحاجة في منتهى الروعة والجمدان اللي في الدنيا كله. بصوا دي، طب البلد دي بقى هي سورنوبيو. احنا دلوقتي وصلنا ايه؟ سورنوبيو. بصوا دخلة البلد عاملة ازاي، يعني ده موقف المركب يا جماعة. بصوا موقف المركب عامل ازاي. شيرنوبيو، شيرنوبيو سكاو، اسمها شيرنوبيو. اقول لكم ايه، احنا هننزل ناخد لفة في البلد دي، مدينة امبراطور هنا، واحنا نازلين نعمل مرة كده ايه، عامل واحد كده احنا تمام. ciao ragazzi. ننزل نشوف البلد دي بتقول ايه. احنا ما نعرفش ايه دي، عمري ما جيت هنا، ولكن البلد شكلها حلو. شيرنوبيو بيلا ديست. بصوا البلد عامله ازاي يا جماعه، تحفه تحفه فنيه. اهلا بكم في شيرنوبيو، مدينة روعة، روعة الروعة على على بحيرة الكومو. وبصوا قبل اي حاجة، بصوا يا جماعة، بصوا الشغل، بصوا التحف الفنية، التحف الفنية. ده ما ينفعش يتلمس، انا لمسته اتهز. بصوا يا جماعه حجمه كبير 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 كبير. بصوا متعلق ازاي. دي المركب اللي كنا راكبين عليها. مع السلامه. احنا بقى نشوف لفه في البلد دي دنيتها وايه اخبارها ووريكم شويه جمال، نوريكم شويه جمال من الطبيعه. من اكتر الحاجات اللي بتميز ايطاليا من وجهه نظرنا هي التحف والفن. عنده لا مؤاخذه انا بس لبس النضاره لان مش عارف افتح، ولكن ايطاليا مليانه تحف وفن. بصوا لا تماثيل. يا عيني يا عيني يا عيني على الجمال والروعة والتحف. يا عيني كمل معايا الفيديو ده هيبقى حكاية. القرية دي بقى موجودة من أيام العصور الوسطى، ولكنها ازدهرت في القرن ال19. تمام. بسبب ايه؟
بسبب ان هي تحولت وجهة للنخبة زي ما بيقولوا كده، واستضافت قبل كده ناس كتير قوي مشاهير، ومنهم الامبراطور جوزيف استنى، الامبراطور النمساوي فرانز جوزيف، والامبراطورة اليزابيث سيسي. ف بصوا الجمال، قرية رومانسية. بصوا شايفين الجمال والتحف. ماشية كده الأجواء دي كده، تيجي تقعد في الفايب، الأجواء الجامدة الرائعة دي، حاجة ولا في الخيال. بصوا في نور هنا تقريبا بينوروه بالليل، النور ده تقريبا. الواحد بقى عايز ينزل ياخد مركب من اللي هناك دي كده ويلف بيها لفة. اعتقد ان الموضوع هيبقى ممتع وحلو. حاجة ولا في الخيال. مكملين، هنشوف ايه تاني. يا ربي، جمال وروعة وطبيعة خلابة مفيش بعدها طبيعة. بصوا شايفين الأجواء. هنا النافورة دي هنقرب منها دلوقتي ونشوفها، ولكن هنشوف المركب اللي كله ورد ده. بصوا حاجة ولا أروع. كمية الرومانسية اللي موجودة مفيش بعدها. بصوا النافورة دي، ده تقريبا عايش هنا. اغلب الايطاليين على فكرة هم رياضيين، 90% منهم رياضيين يعني. بصوا بقى الدماغ دي، دماغ ايه دي يا جماعة؟ اللي عارف دماغ دي ايه يقول لنا. فخامة، تحف، ده ايه ده؟ مش اسمنت ده على فكرة. بص سمع، بلاستيك، كشفناهم. ولكنه معمول باحترافية جامدة أوي. دماغ ايه دي؟ هنحاول نسأل حد من أهل البلد يقول لنا ايه اللي اتعمل. Scusami, ma cosa possiamo fare in questo paese? Negozio di vino bellissimo. Dove? Qua avanti, negozio più bello che c'è in zona. Ok, poi più che altro? E poi questo paese, cosa fare? È una bella domanda. Sì. Adesso le osterie sono chiuse. Negozio di vino sicuramente, un giro Ok. sul lago in riva. Ma abbiamo visto che non c'è l'altra strada, non possiamo passare di là. No, di là non potete, adesso facendo i lavori. Cosa c'è di Come tipo posto turistico, qualcosa, non ci sono? sulla riva? Allora, da qua possiamo... L'unica cosa è il negozio del vino. È l'unica cosa è il negozio del Cosa vino. bella. Allora vabbè, andiamo a vederlo. La cosa bella è il negozio di vino. Andiamo a vedere questo negozio di vino che è il più bello in Italia. هنروح نشوف يا جماعة. عمال يقول لنا عنده المحل دي فينو اللي هو أهم حاجة في البلد. أنا عمال بسأله علشان هو من أهل البلد يعني، ولكن هو مصمم. Questo? Questo? Oh. Possiamo fare un'occhiata? Prego, prego. ماشي، grazie. تعالوا Dove venite? خش ورينا محل الفينو بتاعه. ده اللي جيتو. Prego. Grazie. ولا بصوا يا جماعة، كل ده فينو، كل ده فينو، حاجة روعة. Hai visto anche di là, date un'occhiata. ايه سي. بصوا كل دي انواع خمر. تخيل تخيل انت تخش المحل ده كده تلاقي كل حاجة كده خمر زي ما انتوا شايفين. كل ده كده خراب في خراب. انا كنت عايزه يودينا مكان سياحي ولا حاجة، ولكن ايه، هو جابنا على المحل عنده. Come si chiama il posto? La cantina. La Anche di là, vai La anche il cavò.
لا كانتينا. المكان ده اسمه لا كانتينا. تلاقوه هنا في Scioropino. Paese come si chiamava? Scioropino. Come si chiamava il paese che non mi ricordo? Cernobbio. في شرنوبيو. لا كانتينا في شرنوبيو. عايز اخش نشوف كمان جوه في المكان التاني. بص متخيل بقى. بص تلاقوا هنا علب 2019 ده من 2015 2018 2012 2010. فتخيل ان كل دي كمية خمرة متعتقة. بصوا يعني حاجة. ما بشربش، لو كنت بشرب كنت خدت منه ازازة، بس انا ما بشربش. Grazie mille. Ciao, grazie a voi, ciao ragazzi. Ma questa macchina di cosa? Questa qua. Questa era a 200 anni, è per imbottigliare i tappi, mettere i tappi. بيقول لي دي يا جماعة Mettevano بقالها، il tappo e imbottigliavano. بقول لك بقالها 200 سنة. هنا بيحطوا بوز الازازة هنا وبيفتحوها كده. 200 سنة. Ti do حاجة un box o تاريخية. un bag? Grazie, buona giornata. Ciao. 2 bag. شفنا محل الفين اللي هو قال لنا ان دي اكتر حاجه حلوه في البلد. فالبلد كده شكلها بما انه هو اصلا من اهل البلد وقال لنا ان ما فيش يعني البلد لنا احسن حاجه في البلد هي محل الفينو. فماشي خش على البلد اللي بعده نشوف ايه اللي فيه. البلد ده يا جماعه غريب، علشان انا لحد دلوقتي عمال اقابل فيه تماثيل لحاجات ضخمه وحاجات عملاقه مش فاهم ليه. ولكن لقيت وش كمان قبل ما اقفل اخر لقطه في الفيديو ده هوريهولكوا، وهو وش الغوريلا. بصوا قد ايه، شوف عامل ازاي. انت متخيل؟ عايزك تتخيل مكان كله تماثيل وحاجات ضخمه لمجسمات حيوانات وتماثيل عملاقه. وخلينا نشوف هنقابل ايه في رحلتنا في الكومو والقرى المجاورة. بصوا الجمال، بصوا الاجواء الرومانسية. تيجي هنا كده بقى تاخد لك ايه تذكار مثلا ولا حاجات من دي، بس تقريبا كلها حاجات نساء يعني، عناية بالبشرة وبتاع، باس بادي، حاجات لعناية الجسم والكلام. بصوا العجلة دي حلو. ولكن ادينا بنلف. انا بصراحة الفيديو ده عامله علشان اوريكم الجمال الطبيعي اللي موجود في الشمال الايطالي عامل ازاي، وايطاليا من وجهة نظر تانية. لان انا مش عارف، انا دلوقتي عطشان قوي، وبما اني عطشان قوي ففي هنا فنطانة المية دي نشرب شوية مية وبعد كده ايه نكمل اللفة بتاعتنا. بصوا المكان ده، بصوا المكان التحفة ده. نشرب بس شوية مية الأول، نشرب شوية مية الأول وبعد كده نروح نشوف. تعال هنا نشرب هنا. عادة المية في الحنفيات دي بتبقى ساقعة، ولكن المية دي مش ساقعة، مش عارف ليه، سخنة ولعة والجو حر ولعة، معرفتش اشرب. ولكن المكان ده انا عايز اوريهولكم. شو عامل ازاي؟ قصر. مش عارف هتشوفوا ولا لا. اقول لكم ايه،
سايب لكم انتوا الكلام. بصوا هنا المطاعم كلها بالجمال ده، تلاقوا المطاعم كده. على فكرة اسعارها مش غالية، يعني اسعار عادية خالص، ولكن هي البلد نفسها اللي جميلة. احنا رجعنا تاني المحطة، مستنيين المركب اللي جاية ونطلع على البلد اللي بعدها. لو عندكم يا جماعة اقتراحات لأماكن حلوة في الشمال الإيطالي اكتبوا لي تعليقات، روح زور المكان ده، عايزين نشوف الحياة الفلانية، الكلام ده، وانا يعني اعمل لكم اللي انتوا نفسكم فيه. وصل المركب بتاعنا، يلا نروح ناخده نشوف الواجهة التانية على فين. انا معرفش، انا اركب المركب واشوف هيوصلنا على فين. واصل، ولكن بيقول لنا قفوا، شكلها مش هينفع نركب ولا ايه؟ هتبقى مشكلة لو مش هينفع نركب. يلا هنركب. دي مركب تانية مختلفة، المركب دي مختلفة عن الأولى اللي ركبناها. هنشوف المركب دي عامل ازاي. Buongiorno. Thank you. Sì, paghiamo con la carta. المركب ده أصغر من المركب اللي فاتت، ولكن حلو سريع. Scusami, ma qual è il paese più bello che possiamo andare? Torno. Torno? Più bello? Quindi non ci andiamo fino all'ultima. L'ultima? Ok. قال لنا يا جماعة لازم ننزل تورنو، وهي آخر محطة على المركب. فيلا خلينا لاخر محطة ونشوف الدنيا عاملة ايه. على ما المركب توصل اخدكم لفة في المركب الجديدة دي اوريها لكم عاملة ازاي. هي صغيرة صغيرة اوي 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 اوي، مفيش مكان. جمال الطبيعة عامل ازاي، والله حاجة ولا اروع. Come si chiama questo paese? Voltrazio. 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 Scusa, dillo a te. Voltrazio. Moltrasio. Ok. البلد ده مولترازيو، اسمه مولترازيو. Così giusto؟ احنا مش هننزل. No, next one. احنا مش هننزل علشان يعني قال لنا ان البلد دي بلد صغيرة وبتاع. مولترازيو، اهلا بيكم في مولترازيو. شايفين البلد عامله ازاي؟ لا يربط، ناخد الركاب اللي جايين ونكمل طريقنا. يلا نشوف ايه بقى تاني. ادينا عمالين بنتفرج على البلاد حوالين اللاجو،
ولكن مش هننزلهم كلهم لان في منهم يعني بلاد صغيره تقريبا نفس الاجواء ونفس الدنيا، فاحنا هنحاول نشوف حاجه مختلفه يعني. احنا لسه عايزين نرجع الكومو في الشنترو وسط البلد تاني، ناخد معرفش اسمه ايه، تلفريك تقريبا، اللي هو بنطلع فوق لبلد 700 متر فوق الجبال على جبال الألب ونشوف الدنيا هناك بتقول ايه. احنا هننزل هنا بقى في البلد دي دلوقتي ونشوف الكلام هنا بيقول ايه. دي تورنو، وهي وجهتنا الأخيرة على المركب دي، هننزل منها ناخد لفتنا الجميلة وبعد كده نشوف ايه اللي هيتعمل فيها. فيها حاجة تتعمل وفيها أجواء وفيها دنيا هنشوفها، ما فيهاش هنركب أول مركب راجعة وعلى طريقنا. نزلنا بقى تورنو ودي أول حاجة قابلناها، المناظر دي كده، ده المدخل بتاعها. فهنشوف، ادينا ماشيين عايزين بس نجيب حاجه نشربها. اتمنى ان لحد دلوقتي تكون الدنيا عاجباكم يعني، ما زهقتوش. انا عارف ان ممكن يكون الاجواء شويه عليك. انا حاجه تانية لا مؤاخذه الاول اقول لكم عليها، انا النضاره بتاعتي وقعت في المركب وانا كنت بصور لكم لقطه كده، النضاره وقعت في الميه، مش مشكله، فدى الطريق وفدى الرحله. وكالعادة هنشوف حد من أهل البلد نسأله عن إيه أجمل حاجة في البلد علشان نروح نشوفها، وهنشوف هيقول لنا إيه. بينا هنمشي. نشوف واحدة الست الكبيرة في السن دي نسألها اللي ممكن يتعمل. Scusami signora, ma cosa c'è da vedere in questo paese? Che bello. Sei da qua? Posso fare video? Sì. Sarebbe da vedere la Polignana, ma è il momento perché fanno anche la riunione, vanno a vedere, ma è un po' lontano. No, ci serve qualcosa qua nel paese. E qui non c'è poco da vedere. C'è poco da vedere? C'è la villa dove ci sono gli anziani, se lui se glielo fanno Sì, vedere, no, se è un posto bello, sì, dove? Qua appena Facciamo salire da qua? Sempre a sinistra. Sempre a sinistra. A sinistra, giù in fondo a sinistra. Ok, grazie. Va bene, grazie. قالت لنا ان في مكان هنا للناس الكبيره في السن حلو ان هو يتشاف، فهنروح نشوف. وكمان قالت لنا ان مفيش حاجات كتير في البلد تتشاف، البلد باين عليه فاضي يعني لحد دلوقتي، شكله كده يقول ان مفيش فيه حاجات كتير، ولكن هنعمل اللي علينا ونروح نشوف المكان اللي خالتك الحاجة قالت لنا عليه. يلا بصوا الشوارع عاملة ازاي، ضيقة، شوارع صغيرة جدا، ولكن لان القرية دي من العصور الوسطى. هو ده المكان اللي قالت لنا عليه، كازا ديل ريبوزو، بيقول لك بيت الاستراحة. مش عامل ازاي، ولكن هو مقفول برضه. لا مش مقفول، مقفول مقفول.